السلام عليكم. بالنسبه للمقابله، المقابله كانت صعيبه، كانت البدايه تاعها شويه صعيبه، من بعد سيطرنا على المقابله. الشوط الثاني كنا قادرين ندوا نكملوا المقابله بكري. تضييع الفرص خلى الفريق يرجع بدا ثقه في نفسه، لكن 5 دقائق الاخيره عرفنا كيفاش نجيروا ونحافظوا على الفارق. فريق قوي، فريق تاع عين البرد، هذا فريق شاب كان متاهل ثمن نهائي كوب الجيري، عنده فريق شاب وعنده مستقبل مليح. والحمد لله كملنا الشامبيون مليح، رانا في سيري تاع 13 ماتش سون ديفات. بالرغم هذا ما شفعتناش باش نكونوا في المرتبه الاولى. الانطلاقه السيئه تاع لالي، تحضير سيء هو اللي خلانا ضيعنا. لاكسيسيون كانت في المتناول تاعنا، الله غالب، ولكن العام الجاي ان شاء الله يكون شيء اخر ان شاء الله. شهدنا مباراة قوية بين نادي عين البرد وغريزان، كانت مباراة في المستوى، كانت مباراة آخر مباراة في هذه المسابقة. شهدنا عدة مناوشات، عدة احتكاكات، لكن كل هذا كان في إطار رياضي. نشكر فريق غريزان على هذه المباراة الجيدة، والقادم أظن إن شاء الله يكون الفريقين يلعبوا على الصواب، وشكرا. كما شفتوا اليوم ختمنا الموسم بفوز معنوي. في مرحلة الأيام ما خسرناش كاع. الحظ ما كانش معنا ما بديناش غايه في البدايه تاع الموسم، وان شاء الله بربي نوعدوا الجميع الموسم المقبل ان شاء الله نداركوا الامور، وان شاء الله العام الجاي نوعد كاع السلطات كاع الشعب الغيزاني بنصعدوا العام الجاي ان شاء الله. وشكرا.